وحشنا جدا موضوع الاكستنشنز والبروجرامز الابلكيشنز، يعني السوفت ويرز عامه اللي احنا بنستخدمها في الدروب شيبينج. فخليني اقول لك على الاضافات اللي بنضيفها في الجوجل كروم وكان ابلكيشنز هتفيدك جدا، وهقول لك على حاجات يمكن بالنسبه لك كانت قشطه في اللذيذ، بس هقول لك على شويه اضافات كويسه. يلا بينا نخش. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. النهارده عايز اتكلم معاكم على 5 اكستنشنز هيفيدوكم كويس قوي في رحلتكم مع الاي كوميرس. في ناس كتير قوي بتلاحظ ان يعني جالي سؤال قبل كده، ليه سيف عندك اكستنشنز كتير؟ عادي يعني، بس الفكره ان خليني اقول لك على اكتر 5. خلينا كده بقى نروح على الشاشه، نخش على كروم ستور. اول اكستنشن معايا بقى وهو الاهم في الانالايزنج وهو السيميلر ويب. هو اكستنشن، يعني لو دخلنا مثلا على gymshark.com وجينا دوست على السيميلر ويب هيطلع لنا قد ايه هما بيخشوا، وساعتها بنعمل ابلاي لحاجه اسمها $1 رول. $1 رول اللي هي قانون الدولار الواحد، وهو ان ده بيخش له 7.4 مليون، يبقى هو مينيمم بيجنريت 7.4 مليون دولار. ده بالنسبه الاول. هتفهم الترافيك فيزيت وتفهم مور انسايتس، بس بلاش تشتريه لانه غالي ومش فايد بكتير، وبيجي لك الكيوردز بتاعته وهو الكامبينز بتاعته والبلاد اللي هو مشهور بيها، وهو بالسيرش. فتفهم السيرش دي يعني هو عنده اورجانيك او انفلونسرز، والدايركت دي انفلونسرز. طيب ده بالنسبه لاول اكستنشن. تاني اكستنشن وهو في نفس الدايره دي برضو في الانالايزنج، بس اسمه علي هانتر. علي هانتر برضو بيوريك الاناليتكس وبيوريك اكتر برودكتس اتباعت قد ايه. فاحنا لو جينا دوسنا على علي هانتر اهو، علي اكستنشن بقى اسمه زوبي. علي هانتر بيبين لك اخر برودكتس اتباعت ايه، لو عملت سبسكريبشن فيه بيوريك السبلايرز وبيوريك فين تجده في علي اكسبريس. فاكستنشن انا بستفيد منه بشكل كبير جدا. التالت اكستنشن معايا، وبعد كده هننقل على بروجرامز جامده جدا، وهو ديزرز بقى. ديزرز هو اللي بينقل البرودكتس من علي اكسبريس للشوبيفاي بكليكايه واحده. خليني اتكلم في حاجه لذيذه قوي، ودي انا قلتها لطالب من الطلاب من كام يوم، يعني هقولها كده عادي. احسن طريقه تضيف بيها برودكتس من علي اكسبريس للشوبيفاي المانيوال. طب يعني ايه مانيوال؟ احنا اتكلمنا خلاص على الاكستنشن. طب انا كلمت ايه الاحسن؟ ان انا اضيفها مانيوال. ازاي؟ بنزل صور علي اكسبريس وبعمل اد للبرودكتس في الشوبيفاي بشكل مانيوال. ولو انت عايز اعمل لك برودكت بيج، انا خلاص بعملها في الكورس ال 25 ساعه، اكتب لي تحت في الكومنتس برودكت بيج. بس النهارده جاي اتكلم على اكستنشنز عادي. يبقى انا ديزرز اللي هو اللوجو طالع اهو، كان قبل كده ديزرز كان اسمه اوبرلو على فكره. احنا ديزرز اهو يا جماعه، برضو ديزرز اهو بنضيفه. طب اي حاجه اهو في فيديو اهو، يعني موضوع اهو انت بتعمل ابديت هنا على طول. بس الفكره كلها ان زي ما انا قلت انه المانيوال احسن، لانك هقولك على حاجه، لو حسبناها بالسعرات الحراريه اللي بتتحرق عشان اعدل في منتج، يخليني انا اضيفه من الاول مانيوال، لان بعتبر بعدل فيه كتير، فبالتالي ما بيفيدكش غير ان هو بينقل بس الصور. طيب حلو قوي 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 الكلام ده. كلمه الصور بقى هنا بقى بنخش في اكستنشن رقم 4، وهو علي اكسبريس ايمج داونلودر اهو. علي اكسبريس ايمج داونلودر ده بكليكايه واحده برضو ينزل لك كل الصور بتاعت علي اكسبريس، لو هتستخدمه بقى في محتوى الكلام ده كله. عشان انت لو هتنزل الصور المنتجات من الشوبيفاي بتاخد ايه؟
بسيطه. انا هنا مش جاي اعلمك الكلام ده كله، الكلام ده سهل جدا. انا عارف ان هتبص هتقول لي ازاي، هقول لك خش وتعامل، بس النهارده انا جاي اقول لك على حاجات تريكات كده. هي الابلكيشنز مش الفكره كلها ازاي نسطبهم وازاي نستخدمهم، ده قشطه عادي يعني، الموضوع في اللذيذ. اللي انا جاي اكلمك في ايه، ان هو هنا اهو بيقول لك ايه all images من images feedback description اهو، لما بتنزله بيبان الاضافات دي بتعمل داونلود. تمام، حلو قوي. نيجي النقطه الاخيره وهي ايه بقى، هو مش اكستنشن صراحه، هو اسلوب حياه في رقم 5. وده من احد زمان قوي يعني وما فهمتش الموضوع ده. كان عندنا صديق لينا كنا بنتريق عليه، كنا نقول له الراجل ده بيتكلم بالاكسل على طول، يقول لك احنا كان كل يوم يشير معايا شيت معين، داتا، باسوردز، اي حاجه. انا عن نفسي دلوقتي بقى عندي شيت في لكل حاجه، لدرجه ان انا عندي شيت اسمه برين ستورمنج، عندي شيت اسمه انفلونسرز، عندي شيت اسمه باسوردز، عندي شيت كل حاجه محطوطه في اكسل. الاكسل او الجداول، سيبك بقى من نوت، سيبك من الورق او قلم، الكلام ده كله على عيني وعلى راسي، بس الاكسل تخليه اسلوب حياتك. ياما اقعد مع طالب ويقعد يقول لي استنى اصل انا نسيت الباسورد، وانا بقى قاعد عامل كده عبله كامل. طب ليه؟ عشان هو مش محتفظ بالداتا بتاعته. الداتا بتاعتك هي كنزك، ايميلاتك، دنيتك، كل حاجه اكسل، كل حاجه اكسل. قول لي ايه اكتر ابلكيشن وايه اكتر حاجه من الخمسه او اكتر سوفت وير انت استفدت بيه وطلعت بيه من الحلقه دي. واتمنى ان يكون كان فيديو خفيف ولذيذ كده، دقايق صغيره، بس اللقطه كلها ان هي يعني زي ما بنقول كده حاجه بسيطه، عشان فعلا هتفيدك. من كلهم مهمين جدا، وانا كلمت يعني كله مهمين جدا ما عدا ديزرز او اوبرلو. للاسف الناس بتقعد ترجحه جدا لانه الافيليت والتسويق العمولة بتاعه عالي اوي. تمام، محدش يقول لحد. نرجع لموضوعنا، وهو انه وقول لو في حاجة اقدر اضيفها، وقول لي ده احسن ولا ده، قول لي في الكومنتس تحت كأنك بتتكلم معايا. انا فعلا بقرأ كل الكومنتات اللي انتوا بتقولوها سواء كويسة او مش كويسة. اتمنى ليكم ان انتوا تبقوا استفدتوا. اشوفكم فيديوهات تانية، وكمان ما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا، ومش هقولكوا سبسكرايب لانه بقى انا تعبت من الموضوع ده. شوف بقى انت هتعمل ايه بقى انت وضميرك. يلا هشوفكم على خير، السلام عليكم.